مناطق القرى والأرياف بنلاقيها ما بتؤكدش أو ما بتدعمش تعليم الفتيات، بالنسبة لهم دي نقطة ثانوية غير مهمة. لكن لما نيجي في الحضر بنلاقي إن تعليم البنت ده شيء مهم. كل واحد بيفسر المشكلة الاجتماعية دي، سواء تعليم البنت، شرب السجاير أو ما إلى ذلك، حسب وجهة نظره وحسب المجتمع اللي خاص بيه اللي نشأ فيه. عشان كده بقول عليها إيه؟ الكهف، شيء خاص بيا أنا. عشان كده بيجي توفيق الحكيم بيقول لنا بيولد الإنسان صفحة بيضاء، ولكن هذه الصفحة بتلوث بالمعتقدات والعادات والتقاليد التي ينشأ فيها الإنسان ويتربى عليها. يبقى دي الوهم الثاني اللي هي أوهام الكهف. ثالث وهم بيقول عليه بيكون أوهام